السلام عليكم. الاسم توفيق رداد، مدينة كازا. المهم كنشتغل كباريستا في كافي مونارو. كنقدم الشكر الخاص لأستوريا اللي فتحت لنا الباب ديالها باش اننا ننظموا هذه الكومبيتيسيون، وما نساوش كذلك لاتي ارت مروكون اللي ديما واقفين معنا وديما في جنبنا، وشكر خاص للجميع وبالتوفيق ان شاء الله. كي كانت اجواء ديال المسابقه؟ اجواء ديال المسابقه كانت في مستوى صراحه، المستوى ديال لي كونديدا غادي كيطلع مزيان صراحه، وكنطمحوا باننا نوصل شي مستوى عالي. وكيف ما قلت لكم شكر خاص كنشكر بزاف استوريا، وشكر خاص موجه للاصدقاء ديالنا في الجمعيه ديال لاتي ارت مروكون، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. محبوب سعيد، باريستا بروفيسيونيل. كنت باريستا هاوي، وبفضل لاتي ارت موروكو واستوريا اللي فتحت لنا عده ابواب باش تقوم لنا تظاهرات، وهذه من اللي اعطاتنا فرصه ان نتحول لباريستا العادي باش كيسميه الشارع المغربي بالبارمان، ودابا باريستا بروفيسيونيل، لانه تيعرف كيفاش يوصل القهوه للكليون وكيفاش يوصل المعلومه الصحيحه ديال القهوه. والحمد لله لان لقينا اقبال ولقينا قلب كبير اللي تفتح لنا من طرف الشركه ديال استوريا اللي كنقدموا لها الشكر المتين، وان شاء الله لما لا الباريستا يمشي للعالميه، لان داكشي اللي وصل ليه مثلا المغرب في التظاهرات الرياضيه المؤخره في كاس العالم، لما لا الباريستا حتى هو يعطي تعطوه فرص وتفتح له الطريق، لان احنا المغاربه ما تخافش علينا، لان نوصلوا ان شاء الله العالميه، وصلنا لها والحمد لله بفضل شركه استوريا. الابواب مفتوحه واللهم لك الحمد. جبوري من مدينه سلا، من اعضاء المؤسسين لاتي ارت مروكن. لاتي ارت مروكن بالمناسبه هي جمعيه ديال الخيرات لي باريستا اللي كاين في المغرب، تنحاولوا ننشطوا في كل ما له علاقه بالقهوه. الفن اللي تنديرو حنا ما تنحسبوش راسنا خدامه، تنحسبوا راسنا فنانه، حيت تنتعاملوا مع الذوق بحالنا، بحال الرسامه، بحال الناس اللي تيديروا الموسيقى الى اخره. الانشطه اللي تنديروا اليوم بشراكه مع شركه استوريا اللي فتحت لنا الباب وفرت لنا اخر ما كاين في التجهيزات. الدليل على هذا الاله التحفه الفنيه اللي حاليا ما متوفرش بزاف ديال الدول، وفرتها لينا تنشتغلوا بها، ودرنا بها البطوله ديالنا اللي كانوا مجمعين فيها خيرات لي باريستا من المغرب كامل اللي جاونا من جميع ربوع المملكه، بالاضافه للتمثيل اللي هو جاي عندنا من افريقيا، من دوله الكاميرون، نتمثل في شخص زيكي كريستيان اللي كان حاضر معنا. الاهداف ديالنا حنا كجمعيه ديال لاتي ارت مروكن اننا ما نبقاوش ديما تنشوفوا لي كونسيبت اللي هما كاينين في دول اخرى وحنا نشتغلوا بهم. كاين بزاف ديال لي موديل اللي تيديروا هذا الشيء، ولكن حنا المغاربه حنا نوع اخر. المغاربه بينا اننا نوع فريد منه، لا في الزنزان اللي داز لا في كاس العالم اللي فات، لا يعني حنا متميزين. وهذه الميزه اللي عطانا سيدي ربي بغينا نستغلوها ونديروا واحد السيستم اللي هو ديالنا ديال المغرب خارج من المغرب، وتنشتغلوا وتنحاولوا نطوروا من الامكانيات ديالنا والامكانيات ديال الناس اللي تيشاركوا معنا، باش ما نبقاوش غير حنا اللي تنمشيو نقلبوا نشاركوا في الايطالي ولا علاش لا الناس يجيو يشاركوا معنا. السلام عليكم، معكم منير افوس من مدينه سلا، حكم وطني في جمعيه لاتي ارت مروكن. الحمد لله هذه اول بادره كتنظم في المغرب، عرفت المشاركه ديال العديد من المتسابقين من جميع ربوع المملكه، من الشمال من الجنوب من الشرق. احنا ناس كنخدموا لصالح الباريستا اللي هو كان بارمان. حنا دابا مابقاش عندنا بارمان ولا عندنا باريستا، يعني ماشي غير اجي صاب قهوه نورمال، كاين معايير دوليه اللي كناخذوها بعين الاعتبار، وكنحاول ما امكن نعطيو القيمه لهاد الحرفه ولا هاد المهنه هذه. والهدف ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم الى طول الله العمر، علاش لا، هذا حلم بالنسبه لي انايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم انس سويخان، الحاصل الجائزه الاولى في كومبيتيسيون دي باريستا 2019، الباريستا الاوفيسيال ديال شركه استوريا والفورماتور ديالها. اول حاجه كنشكر الاذاعه الحضور ديالها معنا، وثاني حاجه كنبغي نوجه جزيل الشكر للاعضاء ديال الجمعيه اللي سهروا على تنظيم هذه المسابقه هذه اللي كانت سباقه واللي دازت في احسن الظروف بفضل الشراكه مع شركه استوريا اللي وفروا لهم جميع الامكانيات المقدوره باش ينجحوا هذه التظاهره، لنضاحي بها مجموعه ديال التظاهرات اللي يكونوا عالميه وقاريه.
من بينها هاد الماكينه اللي مورايا هي من اخر صيحه الالات لتحضير الاسبريسو. الثمن ديالها كيتراوح ما بين 230 الف درهم يعني 23 مليون. وبفضل هاد الاله هذه استطاعوا زعما المتبارين ديال لا كومبيتيسيون باش انهم يقدروا يخدموا في اريحيه ويعطيو احسن جوده للرسم ديالو. Je m'appelle Ziggy, originaire du Cameroun et je vis à Tanger au Maroc. Je suis heureux de faire partie de cette compétition organisée par les établissements Domo et Astoria. Et pour nous, c'est un privilège d'être là déjà pour pouvoir faire élever le niveau des différents types de travaux que nous menons dans le métier du café. Et aujourd'hui, c'est un honneur de représenter la force et l'utilité du barista. Donc avec tout l'ensemble des formateurs, le chef Zouar, chef Mohamed et chef Mounir, qui nous ont bien amenés à cette aventure, nous sommes tellement reconnaissants et très important parce qu'à un moment, les baristas devraient reconnaître leur place et devront se reconnaître par rapport à leur travail et par rapport à ce qu'ils font dans le métier du café au Maroc. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.